يا دكتور، أنا عندي ابن عنده متلازمة داون وبقالي 7 سنين خايفة أحمل تاني. هل في طريقة أحمل بيها وأتأكد إن ابن التاني ده يطلع طبيعي؟ أيوة، في طريقة إنك تحملي في طفل وما يكونش داون. طبعا الأطفال اللي عندهم داون سندروم هو حاجة من الحاجات المؤثرة جدا في البيوت، وحاجة من الاختبارات الصعبة اللي ربنا اداها لنا. وعلشان العلم تطور جدا بقى عندنا دلوقتي الطرق اللي نقدر ان احنا نستبعد بيها متلازمة داون قبل الحمل. الطرق دي بتتم عن طريق عمليات الحقن المجهري زائد الفحص الوراثي للأجنة. اللي بيتم ببساطة ان احنا بنعمل عملية حقن مجهري، ولكن قبل عملية الإرجاع بنقوم بفحص الجنين ضد المتلازمات اللي احنا خايفين منها، واشهرها طبعا متلازمة داون. في تاني متلازمات تانية كتير بنقوم بالفحص، بس في السؤال ده مثلا فحص متلازمة داون. وبعدين بناخد الجنين السليم واللي اتأكدنا 100% ان هو سليم ان شاء الله، ونزرعه جوه الرحم علشان ما يكونش فيه اي احتمالات ان الطفل ده يطلع طفل داون سندروم تاني ونكرر نفس المأساة اللي هي مع الأسف بتكون نسبتها عالية شوية لو سيبنا نفسنا للحمل الطبيعي وإن احنا نجرب تاني هل هيحدث داون ولا لا. طبعا الطريقة دي مضمونة بإذن الله ومجربة، ومن الحاجات المهمة اللي احنا نفكر فيها لو فكرنا في إنجاب طفل تاني يكون سند لأخوه أو أخته في الدنيا.